السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي الغاليين طلبة تانية ثانوي القسم الأدبي والقسم العلمي، إن شاء الله بنكمل مع بعضنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى، اسمه الحياة. طبعا اللي هو داعم بناء الدولة. داعم بناء إيه؟ الدولة. أخذنا في الدرس الأول أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وفي الدرس الثاني خدنا ظهور الإسلام وأساليب قريش في مواجهة الدعوة وأساليب الرسول في مواجهة أعداء قريش، وانتهينا بالهجرة. هاجر رسول الله إلى يثرب وبدأ في بناء دولة جديدة أسسها على 5 طبعا دعائم. طبعا قبل بس ما نقول الرسول عمل دعم الدولة، الرسول راح يا جماعة صلى الله عليه وسلم مجتمع صعب 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 خالص. وهتفكر أمر كان سهل كده، يعني مثلا يثرب كان يسكنها الأوس والخزرج من عرب اليمن الذين هاجروا بعد انهيار سد مأرب. يثرب كان يسكنها اليهود، طبعا أمر صعب شوية. يعني يثرب راح لها المهاجرين من قبيلة كمان من قريش، فالأمر كان صعب جدا جدا في على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقيم دولة، لكن أقامها بعون الله سبحانه وتعالى. اللي هنعرف بس قبل ما نعرف هو عمل إيه في المدينة عشان صلى الله عليه وسلم يقيم دولة، عاوزين نعرف أحوال المجتمع المدني الأول. كان مؤهل نفسيا واقتصاديا واجتماعيا يستقبلوه، ولا كان في عدم استقرار، ولا إيه بالظبط؟ بداية أحوال المجتمع المدني قبل قدوم النبي إلى إيه؟ إلى طبعا إلى يثرب. وصلنا كده مع بعضنا. أول حاجة المجتمع كان بيتشكل من صنفين اتنين، صنف اسمه العرب قبائل عربية، وصنف اسمه قبائل يهودية. أده أول مصيبة عندنا، والاتنين طبعا غير متجانسين مع بعضهم. القبائل العربية ديت كانت كتير، أهمها الأوس والخزرج، وحضراتكم عارفين إن هم من عرب اليمن الذين هاجروا بعد انهيار سد مأرب. أما قبائل اليهود ديت كانوا 3: بني النضير، بني قريظة، بني قينقاع. بني النضير يعني لو تأملنا في الخريطة كانوا يسكنون هنا في جنوب المدينة خالص، وادي اسمه بطحان، يعني المفروض بضم ايه البه، مش باء، بطحان، وادي بطحان. طيب كذلك بني قريظة يسكنون في وادي يسمى مهزور في هذا المكان، وادي طبعا مهزور، دول بني قريظة. أما بني قينقاع كان يسكنوا وسط المدينة. تاني يبقى القبائل اللي كانت عايشه في المدينه او الناس اللي عايشين في المدينه 2: اما عرب واما يهود. العرب اشهرهم الاوس والخزرج، اما اليهود اشهرهم قبيله بني النضير وبني قريظه وبني ايه قينقاع. طيب العلاقه بينهم كانت ايه يا استاذ محمد؟ قال لي والله العلاقه بينهم مر بمرحلتين 2: الاول مرحله اسمها الوفاق، ومرحله اسمها الخلاف. اولا اليهود قاعدين في المدينه، جالهم الاوس والخزرج، يا غال حول الله، ده جايين تعبانين، ده جايين هلكانين، ده جايين سايبين بلدهم، والارض غرقت هناك، الميه غرقت الارض هناك في سد مأرب. فيعني اليهود سابوهم عادي، يعني ناس جايين اصحاب كارثه مطرودين من بلادهم، وقطعوا مئات الكيلومترات عشان ايه؟ يدوروا على مكان يقعدوا فيه، وسابوا اليمن وراحوا الى ايه؟ الى يثرب طبعا في الشمال. مشوار طويل جدا، ادي يثرب وادي طبعا ايه؟ طبعا ايه ادي سبق وادي ايه يثرب. زي ما احنا عارفين مسافه بالنسبه لنا لا تقل مثلا عن 1500 او 1600 كيلو متر واكتر كمان. اتفقنا؟ طيب اليهود يا استاذ محمد عاملهم ازاي؟ اولا مسالمه، مفيش مشكله خالص عادي، احسنوا التعامل معه، ولم يسعى اليهود طبعا لنشر دينهم بين الناس. في مسالمة، ممكن نسلم على بعضنا، نزور بعضنا، ممكن نتعايش مع بعضنا، نشتغل مع بعضنا في الأرض، يعني عادي. ولم يسعى اليهود إنهم في الفترة ديت يفرضوا الدين بتاعهم على الأوس والخزرج. لكن ما إن وجد اليهود يعني بداية كده في تحسن أوضاع الأوس والخزرج، وبدأ طبعا اليهود يشعرون أن لهم منافسا جديدا أو لهم. أول ما لقوا أحوال الأوس والخزرج بدأت تستقر في الزراعة وبدأ ينتجوا، بدأوا يتكسبوا كتير، بدأ اليهود يشعروا أن لهم منافس إيه جديد. قاموا جايين على طول دخلوا في معاهدة معهم على طول. شو بيقول لك ايه؟ رد فعل اليهود تجاه تحسن اوضاع الاوس والخزرج في المدينه. يعملوا ايه؟ في بدايه الامر عقد اليهود هدنه او معاهده مع تلك القبائل، ماشي، اللي هم الاوس والخزرج، واتفقوا فيها على حاجتين 2: التعايش سويا، نروح ونيجي عند بعضنا ونساعد بعضنا ونبيع ونشتري من بعضنا، والدفاع عن المدينه.
إذا هذه المعاهدة التي عقدها اليهود مع قبائل الأوس والخزرج كان لها بعدين اتنين. البعد الأول بعد طبعا اجتماعي نعيش مع بعضنا، وبعد طبعا عسكري، لو المدينة تعرضت لخطر خارجي احنا مع بعض احنا الاتنين متفقين. طيب لكن طبعا احنا عارفين ان اليهود زي ما ربنا قال في القرآن يعني او ما معنى الكلام، او كلما يعني في الآية نصها كده، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود طبعا ما لهمش عهد ولا لهم ذمة طبعا منذ فجر التاريخ، من ساعة ما ربنا خلقهم. سرعان ما نقضوا الهدنة طبعا وصل الامر كمان مش نقضوا الهدنة وخلاص قالوا مش هناكل معاكم ولا هنروح عندكم ولا تشتغلوا معانا ولا هندفع عن المدينة سوء، لا، ده قتلوا الكثير من الأوس والخزرج، قتل الكثير من الأوس والخزرج بس. تاني يبقى في مرحلة ايه يا أستاذ محمد؟ اسمع، مرحلة الخلافة سيبك من الأولى دي بقى سهلة خالص مش هنرجع لها تاني، اللي كان مرحلة مسالمة حسن اليهود التعامل معهم، لما يسعى اليهود لنشر دينهم بين الناس، كل ده أمر أمر سهل. أما النقطة الثانية اللي طبعا في مرحلة الخلاف وتكوين الأحزاب، طبعا اليهود على طول لما لقوا أحوال الأوس والخزرج بتتحسن على طول راحوا عملوا معاهم معاهدة واتفقوا على التعايش وندافع عن المدينة مع بعضنا، أمر اجتماعي وأمر عسكري. سرعان ما نقضوها وقاتلوا كثير من الأوس والخزرج، كده العلاقة بدأت تتوتر. لكن اليهود لقوا أن كل يوم أحوال الأوس والخزرج بتتحسن، ومع استمرار تحسن أحوال الأوس والخزرج سعى اليهود لاستعادة مكانتهم. قال لك لا، احنا مش هنسيب بص يا باشا، اليهود في المدينة كانوا هم القمة، هم الطب، هم الزعماء، هم القيادة، هم كل حاجة. الأوس والخزرج بدأوا يطلعوا لفوق هم كمان، وبدأوا يقتربوا المنافسة لليهود. قال لك لا، لابد من التخطيط لاستعادة مكانتنا، وبدأوا في بذر بذور الفرقة ما بين الأوس والخزرج. في حتة كده معلومة بس أقولها لك كده، يعني في يوم من الأيام يعني يقال أن يعني أحد زعماء الخزرج، يعني حتة كده على جنب، أحد زعماء الخزرج حب يشتري أرض من اليهود، واحد يهودي يعني، فاليهودي مرضيش. فأحد زعماء الخزرج دوت كان عنده مجموعة رهائن، كانوا متفقين كده على معاهدة، وكان عنده مجموعة رهائن لو حد أخلي بالمعاهدة ديت هموتهم يعني. قام جاي قتل هؤلاء الرهائن. إذا تم قتل اليهود، بعض اليهود في المدينة. يوم اليهود تخيل يعملوا قال لك لا، احنا بقى مش هنرد على مين؟ على الخزرج نفسهم ولا نقتله، احنا هنسلط عليهم اللي زيهم. وقاموا جايين الثلاث أصناف في اليهود في المدينة، يهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع، قالوا احنا لازم نخلي الأوس والخزرج دول يندموا على اليوم اللي جم فيه المدينة. وقام جاي يهود بني النضير وبني قريظة اتحالفوا مع مين؟ اتحالفوا مع الأوس، احنا معاكم، وأشعلوا نار الفتنة بينهم. ويهود بني قينقاع احنا معاكم وأشعلوا الفتنة مع مين؟ مع الخزرج. وما ننساش برضو الأوس والخزرج مع أنهم كانوا من بلد واحدة من بلاد اليمن، إلا أنهم لما جم يثرب يعني حصل بينهم بعض خلافات بسيطة. اليهود بقى زودوها المرة دي، اليهود زودوها المرة دي قوي، واستغلوا النقطة ديت، وكده وقع الأوس والخزرج في بعضهم ودارت الحروب. وقال لك كانت أكتر من 140 سنة أهو دائرة من الحروب، المدينة أهو تستمر المدينة في دائرة من الحروب. بص، يبقى اليهود أشعلوا الفتن وازداد الشقاق بين الأوس والخزرج لتستمر اللي هي المدينة يعني في دائرة من الحروب، آخرها يوم بعاث. يوم بعاث ده كان حرب بين الأوس والخزرج قبل مجيء النبي تقريبا المدينة بحوالي 5 سنوات. يعني قتل في هذه الحرب زعماء الأوس وزعماء طبعا خزرج، وسمي تقريبا بيوم بعاث نسبة للمكان الذي دارت فيه المعركة طبعا ما بين الأوس والخزرج. وتنوهم في حروب يعني مع بعضهم لم يخلصهم منها سوى الرسول ودخولهم الإسلام بعد أن سئموا، يعني كرهوا طبعا من الحروب والخلافات التي أنهكت قوى. إذا مين اللي كان ورا الموضوع يا شباب؟ اليهود. تاني، يبقى دلوقتي اليهود في الأول سووا الأوس والخزرج، سابهم يسترزقوا زي ما احنا بنقول، لكن مع استمرار تحسن أوضاع الأوس والخزرج لا، بدأ اليهود يخططون لاستعادة مكانتنا في المدينة، لازم احنا نبقى الطب. طب الأوس والخزرج دول أحسن حاجة نخليهم يخلصوا على بعضهم الاثنين. وقام جاي يهود بني النضير وبني قريظة زي ما الكتاب بيقول اهوت حلفوا مع الأوس وسلطوهم على الخزرج، وقام يهود بني قينقاع سلطوا دول على دول. على فكرة هو سلطوهم وتحالفوا معهم لكن لم يريقوا دماءهم. يعني ايه يا استاذ محمد؟ زي ما يكون واحد احنا كده بنشوف مثلا من زملاتنا قوم واحد على واحد وخلاص هو بعيد، برضه هو نفس كده اليهود اهو
اليهود بني النضير وبني قينقاع قوموا الأوس على الخزرج، ودول بني النضير وبني قريظة آسف قوموا الأوس على الخزرج، ودول حرضوا الخزرج على مين؟ الأوس. ودخلت المدينة في دائرة من الحروب كان آخرها يوم بعاث، والتي لم يخلصهم منها سوى الرسول ودخولهم الإسلام. إذن الرسول راح المدينة لقى الجو متكهرب زي ما احنا بنقول، الجو مش مظبوط خالص. اتفقنا؟ طيب، دعائم بناء الدولة الإسلامية في المدينة. بالرغم من دخول الأوس والخزرج طبعا في الإسلام، إلا أن الأوضاع في المدينة ظلت غير مستقرة ويسيطر عليها التوتر. بما تفسر الرسول صلى الله عليه وسلم راح الأوس والخزرج دخلوا الإسلام، وخدنا قبل كده دخلوا الإسلام ليه؟ كانوا محتاجين حد يلمهم، حد يجمعهم، حد يصالحهم، فلقوا فرصة طبعا دخول الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي أحسن فرصة، تصالحوا خلاص ودخلوا الإسلام، الحمد لله رب العالمين. مش كده في مين بقى يا باشا؟ اليهود. رفض اليهود الإسلام منذ اليوم الأول خوفا على أوضاعهم، رقم واحد، ومكانتهم الاقتصادية. إزاي؟ يبقى اليهود رفضوا الإسلام لسببين اتنين: أوضاعهم اللي هي طبعا مكانتهم الاجتماعية. أصل خلي بالك، مين دلوقتي هيبقى قائد في الدولة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو هم أسلموا هيخشوا تحت قيادة الرسول، إذن أوضاعهم ومكانتهم ديت يبقوا هم خلف النبي. لا، مش عاوزين كده، هم عاوزين هم في المقدمة على طول، هم اللي يقودوا المدينة. وطبعا أوضاعهم الاقتصادية كانوا أغنياء، وأغنياء بس على فكرة يا جماعة، اليهود أغنياء لكن ليس من الحلال. اليهودي عشان بس تبقى عارف دايما يهتم دائما بجمع المال، واكتر ناس في الدنيا بتمارس الاحتكار، يعني يشتري سلعه ويعينها ويخزنها لغايه ما تبقى شحه في السوق خالص، هم اليهود. لكن الاسلام ينهى عن ذلك. هم طبعا خافوا من انهم لو دخلوا الاسلام، لو مارسوا الرزق بتاعهم بالحلال، طبعا هينزلوا تحت طبعا خالص. هو في دماغه كده، مع انه ممكن يمارس بالحلال ويبقى غني جدا جدا جدا، لكن هو دماغه ما يحبش الا الحرام. اذا رفض اليهود الاسلام منذ اليوم الاول لسببين اتنين: سبب اجتماعي خوفهم على مكانتهم، وسبب اقتصادي خوفهم على اوضاعهم الاقتصاديه. لكن بيقول لي بعد ان وصل الرسول الى المدينه بدا في وضع اللبنات يعني الاسس الاولى كدعائم لاقامه دوله اسلاميه، طبعا قائمه على العدل، عد عندك، والمساواه والتعايش مع الاخر دون تمييز بسبب الجنس او اللون او اللغه. وقد تمثلت هذه الدعائم في 5. اول واحد عندنا طبعا بناء المسجد، ثاني واحد عندنا طبعا اللي هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثالث واحد عندنا طبعا صحيفة المدينة، ثم تأمين الدولة وحمايتها، ثم البناء الاقتصادي. إن شاء الله مش هنطول على حضرتك، هنحاول ناخد جزء صغير فيها عشان نطبق عليه حل إن شاء الله دلوقتي. طيب خد كده معايا. أول حاجة بناء المسجد، طبعا ده الدعامة الأولى لقيام الدولة الإسلامية، وفي أي مكان، في الدولة الأموية، في الدولة العباسية، في الدولة الخلفاء الراشدين أيام الرسول، المسجد هو الأصل، منه كانت منه يقاد الدولة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا إن المسجد كان أدوار متعددة. المسجد إحنا بناخده صلاة وعبادة بس وخلاص، نصلي الجمعة، نصلي الصلوات الخمسة، نصلي التراويح بس، نصلي جنازة، أكتر من كده المسجد ملوش دور عندنا. لكن بص بقى، المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هو شاهد المسجد في المكان الذي بركت فيه طبعا ناقته. وهو داخل المدينة عليه الصلاة والسلام، كان أهل المدينة الأنصار كل واحد كان بيشد الحبل بتاع الجمل بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. وفعلا الناقة تنتها ماشية 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 لغاية ما جت في مكان وبركت، يعني نخت في الأرض، ففي هذا المكان بنى رسول الله المسجد. أمر الثاني بقى، وده سؤال، النبي شارك أصحابه في البناء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قائد دولة، ما عادش حط رجل على رجل، هات يا فلان ودي يا فلان اعمل فلان، لا، شارك النبي أصحابه في بناء المسجد. وبرضه بس عشان تبقى عارفين، المسجد بتاع الرسول كان بسيط جدا في البداية، ده كان عبارة عن جذور نخل كده يرشقوها في الأرض، يحفروا لها ويرشقوها في الأرض زي كان العواميد اللي هي بالصب عندنا، وكانوا بيعرشوها بالجريد. ده كان في منتهى البساطة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذا النبي يعلمنا من ذلك الأمر المشاركة، إن في علاقة ما بين الحاكم والشعب، مش الحاكم يبقى في مكان والشعب في مكان تاني، لا، احنا مع بعضنا كلنا بنقود هذا الوطن. طيب النقطة اللي بعدها ايه بقى؟ المسجد تعددت أدواره. أول دور عندنا مكان للصلاة والعبادة، تمام، مكان للصلاة والعبادة، مدرسة يتفقه فيها المسلمون أو أمور دينيه، تعلم فيها الدين بتاعه. لو سألتك سؤال دلوقتي، أنت طالب حبيب في أولى ثانوي،
إيه أركان الصلاة؟ طب سنن الصلاة، طب أركان الوضوء، طب سنن الوضوء، طب مبطلات الصلاة، طب مبطلات الوضوء. كتير جدا جدا مننا ما يعرفش عنها أي حاجة خالص. لكن المسلمون كانوا يتفقهون في المسجد أمور دينهم. ملتقى المسلمين لتحقيق الوحدة والألفة. نتقابل فين النهارده؟ بنتقابل مع بعضنا كشباب، نروح مثلا المول، نروح الكافيه في أي مكان، نروح نادي كده يعني. ده بنقرب من بعضنا، أصحاب مع بعضنا، وما نقدرش نستغنى عن بعضنا، بنحكي لبعضنا مشاكل بعضنا. الصحابة كانوا يلتقون في المسجد عشان يقربوا من بعضهم، وكل واحد طبعا يعرف مشاكل آخر، ويحس طبعا بأحوال إيه أخوه المسلم. مأوى يعني مسكن الصحابة المهاجرين إلى المدينة. الناس اللي سابوا مكة وراحوا المدينة لهم مكان، لهم بيوت؟ لا طبعا، فكانوا بيقعدوا في المسجد ويناموا في المسجد لغاية ما المشكلة اتحلت، وهنعرف إن شاء الله الحصة اللي جاية اتحلت إزاي. مركزا لإدارة شؤون الدولة العسكرية والسياسية. رسول لا كان عنده قصر في مكان فلان ولا قصر فلان، يعني دلوقتي في عندنا قصور رئاسية، في مثلا قصر القبة طبعا في منطقة كوبري القبة، في قصر الاتحادية، في قصور بيدير منها الرئيس طبعا إدارة شؤون إيه البلاد. لكن الرسول ما كانش عنده الكلام ده خالص، كان كل حاجه من المسجد. اشيروا علي ايها الناس، في مثلا في غزوه بدر نعمل ايه، في غزوه احد نعمل ايه، وياخد راي المسلمين. هو طبعا فين؟ في المسجد. اما العسكريه اداره شؤون الدوله، في معركه جايه، ممكن ايه؟ ممكن ندير طبعا المعركه ونخطط المعركه دي واحنا في المسجد. وقيل ايضا ان المسلمون احيانا كانوا يتعلمون المبارزه في المسجد. ايه المشكله يعني؟ طبعا لان الهدف منها الدفاع عن الاسلام. اي حاجه يا جماعه ممكن نقدر نعملها في المسجد عادي جدا، طالما انها لا تعصي الله، طالما ان احنا قاعدين في المسجد ملتزمين آداب المسجد. ممكن نتشاور في شؤون حياتنا، شؤون زواجنا، شؤون ولادنا، نخش كلية ايه، ما نخش كلية ايه، الكلام ده، الدروس، كل حاجة، والاكل والشرب، نتكلم مع بعضنا كاصحاب في المسجد، طالما ان احنا ملتزمين بآداب المكان اللي احنا ايه قاعدين فيه. اذا المسجد تعددت ادواره. الدور الاول دور ايه يا استاذ محمد؟ ديني، مكان للصلاة والعبادة. الدور الثاني دور ايه يا محمد؟ ايضا ديني. وممكن ثقافي، ان احنا نتعلم يعني، بس هي مش قوي يعني، لان بس لقيتها في سؤال ثقافي، ان انا بتثقف عن الدين بتاعي. لكن كلمة ثقافة ديت اعرف عن الحضارات الاخرى، اتفقنا. لكن هو طبعا الاصل المدرسة يتفقه فيها المسلمون امور دينهم، الدين بس. طيب، ملتقى المسلمون لتحقيق الوحدة والألفة، طبعا ده اجتماعي. كذلك مأوى للصحابة المهاجرين من مكة إلى المدينة، اجتماعي. مركزا لإدارة شؤون الدولة السياسية والعسكرية، طبعا ده عسكري وده طبعا إيه سياسي. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خطبة بعد ما خطب طبعا، بعد ما بنى المسجد، قال خطبة جميلة نطلع منها بوصية واحدة. كل ده مقدمة منه صلى الله عليه وسلم. بيقول الحمد لله، أحمد الله وأستعينه، بيقول المسلمين يعني، وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفر به، اللي يكفر بربنا احنا نعاديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور، اسمعوا، والموعظة والحكمة، على فترة يعني على تباعد، على فكرة. تقريبا آخر نبي كان في بلاد الحجاز قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فمن زمان جدا جدا جدا، سنين طويلة، مئات السنين، لم يأتي نبي في بلاد الحجاز. ماشي. وقلة من العلم، طبعا الناس ما عندهاش أي علم في أي حاجة، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، يعني فقد عقل، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا إيه بعيد. كل دي مقدمة مالناش دعوة بها خالص. أما أهم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم في هذه الخطبة، اسمها تقوى الله بس. وتقوى الله، تقوى الله يعني اسمع محمد ان نخاف من ربنا. ازاي؟ اهو قال لك انه خير ما اوصي به المسلم ان يحضه على الاخره. افضل حاجه الرسول يوصينا بها ان يفكرنا بالاخره. دي طبعا ديت يا جماعه المستقر بتاعنا. مهما طولنا في الدنيا، ربنا فتح علينا ضيق علينا في الدنيا، في رزقنا، في اكل عيشنا، هنتنقل كلنا في يوم من الايام للقاء الله سبحانه وتعالى. بيقول واحذروا ما حذركم الله من نفسه. هو ربنا حذرنا من نفسه؟ ايوه حذرنا من نفسه. يعني دايما الناس تقول ان الله غفور رحيم، ده ربك مش عارف ربي، كلام فعلا صح، ربنا غفور رحيم. بس زي ما ربنا قال كده، قال في سورة ابراهيم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وقال في سورة اخر سورة لقمان يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي ولد عن ولد، الى ايات بعد كده، ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تتغرر في ربنا ان هو هيغفر لك ذنوبك بس، لا، خاف من ربنا. اذا انا مش بخوفك ولا بكرهك، لا، انت تعبد ربنا وعندك امل ان هو هيغفر لك ان شاء الله اي ذنب انت هتعمله، لكن ما تركنش خالص وتقول ايه ربنا سبحانه وتعالى يغفر، لا طبعا ده اللي ما ينفعش، واصلا كده ربنا ما يبقاش عادل سبحانه وتعالى يعني. المهم فإن تقوى الله لمن عمل به على يعني وجل، ومخافة من رب عون صدق على ما تبتغون من أمر إيه الآخرة. اللي عاوز يعني ربنا ينجيه في الآخرة يخاف من ربنا في الدنيا، ده معنى الكلام. ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية، اللي يمشي كويس قدام الناس ولوحده، ما يعملش مثلا سيئات بينه وبين نفسه وقدام الناس يظهر ان هو طبعا ايه كويس وشيخ وطيب ومتدين، لا، اللي يبقى في سره زي عنه بالظبط، اسمع، لا ينوي به الا وجه الله يكن له ذكرا في الدنيا، في عاجل امر اللي هو الدنيا، انك تلاقي الناس تقول لك كده فلان ملتزم، فلان مؤدب، فلان محترم، الناس هتشكرك في الدنيا. اما بقى في الاخره ده جزاء تاني ذخرا له بعد الموت. يبقى اذا الجزئيه اللي خدناها المسجد، المشاركه، خلي بالك في النقطه ديت. امر الثاني ادوار المسجد، في دور ديني، في دور اجتماعي، في سياسي، في عسكري. ده اول دعامه. اما الدعامه الثانيه اسمها المؤاخاه. المؤاخاه ديت يعني اخوك بالبلد كده بالبساطه. الرسول يجيب واحد من المهاجرين وواحد من الانصار، يقول بتاع الانصار تعالى ده اخوك، خلصت. مش هيقعد بقى يفسر له ياكل من اكلك ويبات عندك وتأثيره، لا، اتفهم كده على ده اخوك. والراجل بتاع الانصار فهم اخويا ده يعني ابن ام وابويا بالظبط، تمام. بيقول له اهو فرضت الاوضاع الجديده على المهاجرين لما اهل مكه والانصار اهل المدينه مسؤوليه خاصه تدعوهم الى الاخوه والتعاون مع بعضهم. ايه الاوضاع الجديده؟ اهل الانصار مستقرين في يثرب وربنا فتح عليهم، اللي هم طبعا الاوس والخزرج. المهاجرين تركوا اموالهم واصبحوا بلا مال او عمل او سكن، وجم الى ايه؟ الى يثرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره فرارا بدينه. اذا ده وضع جديد، اذا لابد من يعني اعالج الوضع ده ازاي، وانقذ المهاجرين ازاي اللي ما عندهمش اي حاجه ازاي. فكان لابد طبعا من المؤاخاه. قام الرسول بالدعوه للمؤاخاه بين المهاجرين والانصار، تضمنت حقوق شملت التعاون المادي والرعايه والنصيحه. طبعا دي اسمها ابعاد ايه؟ ابعاد المؤاخاه. اسمع، يجيب مثلا الرسول صحابي من الانصار، مثلا سيدنا سعد بن معاذ مع سيدنا مثلا ابو عبيده بن الجراح، يقول له تعالى تعالى يا سعد ده اخوك، ويقول لسيدنا ابو عبيده ده اخوه، انتوا الاثنين اخوات. هذه الاخوه تتضمن فيما بينكم التعاون المادي، يعني اللي معاه يدي اللي معهوش، اللي معاه يشيل اللي مش معاه، والرعايه والنصيحه، تبادل النصيحه في مشاكل الدنيا، والتزاور نزور بعضنا، والمحبه والايثار نؤثر بعضنا على الحاجه اللي معانا. انا مثلا معايا يعني اكل النهارده يعني، واخويا بتاع المهاجرين ده معهوش اكل خالص، اقسم الاكل عليه انا وهو كده. تفهم؟ اسمه خلق، اسمه الايثار. يبقى اذا المؤاخاة لها بعدين ركز الرسول عليه. البعد الأول يعني ركنين يا جماعة. البعد الأول ده اسمه بعد اقتصادي، بعد اقتصادي اللي هي التعاون المادي. أما البعد الثاني النصيحة والتزاور والإيثار وكذا، ده اسمه بعد اجتماعي. بس اتفقنا؟ طيب النقطة اللي بعدها، طب ايه اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بقى المؤاخاة دهيت؟ قال لي والله 3 اسباب. السبب الاول اسباب نفسية وجدانية، اسباب اقتصادية، ثم اسباب اجتماعية. طيب ايه استاذ يعني ايه سبب نفسي وجداني؟ تخيل كده واحد انطرد من مثلا يعني محافظة القاهرة وراح قعد في محافظة زي اسيوط، مطرود، ما يقدرش يرجع القاهرة تاني، تمام، مطرود، اهل القاهرة طردوه. اذا بيعاني في اسيوط، نفسه يرجع تاني القاهرة. ده كان عايش مثلا في منطقة مثلا وسط البلد، في منطقة مثلا بابلو، وله ذكريات مع ميدان التحرير، له ذكريات مثلا مع كورنيش النيل، مع برج القاهرة، مع فندق سيمراميس، المنطقة اللي هي في وسط القاهرة ديت، واصحابه ساكن مش عارف فين، منطقة العتبة، ايوه ليه ذكريات، نفسه يرجع هناك. فالحل ايه؟ وجد رسول الله ان المهاجرين كده برضو اللي راحوا من مكة للمدينة دي مشكلتهم، نفسهم يرجعوا مكة تاني. يبقى الحل ان يؤصل العلاقة بينهم، يؤصل يعني يقوي. أراد رسول الله بالمؤاخاة تأصيل العلاقة بينهم وبين الأنصار من أهل مين؟ المدينة المستقرين بها.
ازاي؟ ان واحد من انصار اهل المدينه ياخد اخوه المهاجري يسكنه عنده وياكله، يجيب له مكان ينام عليه. اظن يعني لو استقبله احسن استقباله بهذا الشكل ممكن يعني ايه النقطه النفسيه اللي عنده دي تنكسر، ممكن ما يفكرش يرجع مكه تاني. يبقى اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاه أن يقوي العلاقة ويؤصل العلاقة ما بين الأنصار والمهاجرين، وذلك لكي يحبب المهاجرين في سكن المدينة ويعالج نقطة حنينهم إلى مكة ديت، ما يفكروش بقى إيه تاني بقى خالص. ده اسمه سبب نفسي وجداني. أما الاقتصادي، طبعا في عقبة اقتصادية واجهت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى إيه يثرب. إيه العقبة الاقتصادية؟ طبعا يا حبيبي كلكم عارفين، مكة أهل تجارة على طريق التجارة ما بين الشام واليمن، أما أهل يثرب لا، عندهم خبرة في مجال الزراعة ومجال الصناعة. طب الناس اللي قعدت التجارة طول عمرها ديت وراحت يثرب تشتغل في الزراعة إزاي؟ هياخد وقت طويل. تشتغل في الصناعة إزاي؟ هياخد وقت طويل. إذا الحل هو على ما نتعلم دي ونتعلم ديت واحد من الأنصار إيه يشيلنا. اتفقنا؟ يبقى كانت اهو خبرة المهاجرين في العملية في مجال التجارة. المشكلة كمان ما لهمش طبعا خبرة لا في الزراعة ولا في الصناعة. المشكلة الأكبر كمان، المشكلة وبس، لم يستطع طبعا المهاجرين طبعا على ممارسة التجارة في المدينة. حتى لو المهاجرين اللي هم عندهم خبرة في التجارة مش قادرين يمارسوا التجارة بسهولة. ليه؟ ليس لديهم الأموال. يبقى إذا الجماعة بتوع المهاجرين دول، الجماعة بتوع المهاجرين عندهم مشكلة اقتصادية كبيرة أوي أوي. ما لهمش خبرة في الزراعة، ما لهمش خبرة في الصناعة القائمة عليها اقتصاد المدينة، خبرتهم في مجال التجارة. حتى لو حبوا يمارسوا تجارة ما فيش أصلا فلوس، نقص الأموال. إذا الحل إيه؟ يبقى لابد من المؤاخاة، إن واحد من الأنصار يشيلنا عنده لغاية ما أبدأ أقف على رجلية، إما أشتغل في الصناعة، إما أشتغل في التجارة، إما أشتغل في الزراعة، أي حاجة. اتفقنا؟ طيب أما السبب الاجتماعي، يعني ايه يا استاذ سبب اجتماعي؟ خلي بال حضرتك، سبب اجتماعي غير السبب النفسي الوجداني. دي حاجه بتخص القلب، حاجه بتخص المشاعر دي. اما ديت عيلتي يا باشا، مجتمعي. انا مش لاقي الناس اللي كنت بقعد معاهم. الراجل بتاع المهاجرين او الصحابي بتاع المهاجرين اللي ساب مكه وراح المدينه كان بيقعد مع ابن عمه وابن خاله، بيقعد مع عمته وعمه، كل دول اتحاشوا في مكه، كل دول اتحاشوا في مكه، وبالتالي هو قاعد في المدينه يحس طبعا بالغربه والوحشه زي اي واحد فينا حالتنا كده. تخيل لو انت مثلا سافرت ايطاليا، سافرت اوروبا، سافرت الخليج، سافرت اي مكان، على طول هتاخد على المجتمع هناك. لا، الناس ديت غير اللي انت بتقعد في وسطهم خالص. الناس ديت لها عاداتها وتقاليدها ولهم سلوهم في المعيشه غيرك انت خالص. وبعدين هم اصلا بيسهروا مع بعضهم كل يوم في المدرسه ويقعدوا في المدرسه والشغل ويطلعوا بالليل، انت مش لاقي حد تقعد معاه، بتعاني من الغربه والوحشه. هكذا كان المهاجرون، مش لاقي حد يشتكي له، اللي كان بيشتكي له، اللي كان بيقعد معاه، اللي كان بيفك معاه، اللي كان ايه مش عارف ايه، كل ده قاعد في مكه. وبالتالي دي مشكله ايه اجتماعيه، تتحل ازاي؟ بالمؤاخاه، ان انا اقعد مع واحد من الانصار. اوعى تنسى المؤاخاه ديت كانت في بعض الاحيان اقوى من اخوه الرحم. يعني ايه؟ يعني بعض الانصار عمل حاجات الاخ ما يعملهاش مع اخوه، ما يعملهاش مع اخوه. يعني اما يقول لك كده ان واحد من الانصار ادى، جاب كده اللي عنده، جاب ماله كله وقال للراجل المهاجري هذا مالك، هذا مالي، اقسمه بيني وبينك. اليوم الراجل بتاع المهاجرين يقول لا، اما مالك ده ربنا يبارك لك فيه، دلوني على السوق ابيع واشتري. يقول له لي زوجتان مثلا، انظر اليهما وبعدين شوف مين الاجمل فاطلقها ثم تنتهي عدتها وتتزوجها. كمان ممكن اتنازل عن زوجتي الواحد يتجوزها وزوجتي كمان الجميله. الانصار المهاجر برضه مرضيش. انا عاوز اقول لك قد ايه الأنصار كانوا عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم. وبفضل طبعا يعني أقول إيه، بفضل يعني تضحياتهم الجميلة للمهاجرين. يعني المهاجرين كمان ربنا قابلهم، كانوا طبعا عندهم عزة نفس وكان عندهم إيه عفاف واستغنوا عن حاجات كتير جدا جدا الأنصار طبعا عرضوها عليهم. إذا دي 3 أسباب للمؤاخاة. إذا سبب نفسي وجداني إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج حنين المهاجرين نفسهم يرجعوا مكة تاني. يبقى الحل أقوي العلاقة بينه وبين أهل الأنصار في المدينة، وكده حببهم في سكن المدينة. كده إيه الأمر النفسي عندهم ده يبدأ إيه ينكسر. أما الأمر الثاني الاقتصادي، إن المهاجرين اللي راحوا طبعا يثرب ديت لا عارفين يشتغلوا في الزراعة ولا في الصناعة، وخبرتهم فقط في مجال إيه التجارة. اتفقنا؟ طيب، وكمان معهمش أموال حتى لممارسة إيه التجارة، نقص الأموال أهو. أما طبعا النقطة الأخيرة، إن المهاجرين كان لديهم إحساس بالغربة والوحشة وهم بعيدون عن أهلهم وذويهم. الحاجة التانية ما لهمش سكن. يبقى إذا المؤاخاة هي اللي تحل المشكلة ديت. إزاي؟ هو
المهاجرين تقريبا كانوا حوالي 400 حسب ما قرأت في بعض الكتب. المدينة ممكن تستوعب 100 150 بكتير، كتير قوي. إذا في عدد كبير جدا ليس له مأوى. إذا الحل إيه بقى؟ واحد ده ياخد ده ياخد ده، يبقى في مؤاخاة، يبقى كل واحد من الأنصار ياخد حد عنه طبعا من المهاجرين أهو، معالجة مشكلة معيشتهم وسكناهم التي كانت تواجه الدولة الناشئة اللي هي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. موقف الأنصار قلت من شوية، كان الأنصار على استعداد كامل للتعاون مع المهاجرين وتقسيم الممتلكات بينهم، ما كان له عظيم الأثر في نفوس المهاجرين. المهاجرين يا جماعة لم يروا قوما أفضل من الأنصار، وفعلا ربنا مدحهم في القرآن، قال كده: والذين تبوأوا الدار والإيمان، سورة الحشر، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. كل الخير اللي الأنصار عايشين فيه كانوا بيدوا للمهاجرين يعرضوا عليهم كده، مفيش أي مشكلة بالنسبة لنا خالص، مفيش أقوى من كده فعلا، مفيش أفضل من كده خالص. الأخ فعلا ممكن إيه في حالات كتير جدا جدا ما يعملش مع أخوه اللي الأنصار طبعا عملوه مع إيه؟ مع المهاجرين، فقد كفوهم المؤونة اللي هو الأكل والشرب، وأشركوهم طبعا في معايشهم. طيب نتائج المؤاخاة طبعا، وهنتكلم بقى في أمثلة من المؤاخاة. أنا قلت لك مثال من شوية، شفت إيه؟ الراجل قال لأخوه يعني فلوسي وزوجتي اللي أنت عاوزه إيه؟ كله تحت أمرك، هتنزل لك إيه عنه. طيب إيه نتائج المؤاخاة؟ تقوية الجبهة الداخلية. جوه جبهة، طالما قلنا جبهة يبقى في عدو جاي لك يا باشا من بره، اسمه ايه؟ اسمه من جوه، اسمه اليهود. وعدو كمان من جوه هيظهر لك اسمه ايه؟ اليهود. وعدو كمان من بره اسمه ايه؟ الروم. وعدو كمان من بره اسمه قريش. كل ده هيستهدفك بعدين. اذا الحل يبقى المسلمين داخل المدينه ايه الواحده. عشان كده الرسول اخى ما بين المهاجرين والانصار، وده يعتبر نتيجه سياسيه، تقويه الجبهه الداخليه. أما بناء مجتمع مترابط، مجتمع مترابط مسلم مترابط، عندنا طبعا بالمهاجرين والأنصار أنهى العصبية القبلية. وبرضه عاوز أقول لك على حاجة، الأنصار دول يعني من قبيلة الأوس والخزرج وبشر وممكن يغلطوا جدا، وقعوا في بعضهم قبل كده. والمهاجرين أيضا من قريش وبشر ممكن يغلطهم. فيعني لكن بفضل الله عن طريق المؤاخاة أزلنا نقطة أو عادة سيئة عند العرب خدناها قبل كده، اسمها طبعا إيه؟ العصبية القبلية. أزال الرسول تلك طبعا إيه؟ العصبيات القبلية، وجمع الناس على أساس العقيدة وحدة إيه؟ الأمة. ومواساة يعني مشاركة الأنصار للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم نصرة لهذا الدين. إذا المؤاخاة حققت نتائج. إذا النتيجة دي سياسية، النتيجة دي اجتماعية، النتيجة دي اجتماعية أنهى العصبيات القبلية، قامت مجتمع مترابط اهوت وجمع الناس على أساس العقيدة، ثم مشاركة الأنصار للمهاجرين. إذا أقدر أقول الإيه اللي اسمها المؤاخاة ديت حققت نتائج، بعضها سياسي لكن معظمها اجتماعي. ايه الاجتماعي معظمه؟ ادي واحده هي بناء مجتمع مترابط، وواحده تانية هي انهاء العصبيات القبليه، ودي كمان مشاركه الانصار المهاجرين، دي كمان نقطه اجتماعيه. شاركوا المهاجرين وادوهم كل حاجه، لان المهاجرين طبعا ضحوا باموالهم بديارهم واموالهم نصره لهذا الدين. بيقول لي بقى ايه؟ لذلك استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينشئ مجتمعا جديدا قائما على الحب والايثار، ليشمل اعظم مجتمع عرفه التاريخ. وربنا قلت من شويه ذكرهم في القرآن لما قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحاجة اللي أنا نفسي فيها اديتها لأخويا المسلم اللي هو المهاجري بنفس راضية، مش عشان أتمنظر أو متضايق أو الرسول قال لازم نعمل كده، لا، بنفس طبعا راضية، لأن طبعا طالما عملها بنفس راضية استحق إن ربنا طبعا يمدحه في القرآن إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. ده بالنسبة للمؤاخاة. يبقى بس اللي كنت عاوز أقوله، المؤاخاة كان لها نتائج. النتائج ديت يا شباب غير حاجة اسمها أبعادها. أبعاد المؤاخاة اتنين: بعد اقتصادي اللي هو التعاون المادي، وبعد اجتماعي اللي هو إيه؟ النصيحة والتزاور طبعا والمحبة. كده طبعا خلصنا إيه؟ الجزئية بتاعت طبعا أول دعامة اللي هي طبعا بناء المسجد، والدعامة التانية طبعا اللي هي طبعا صحيفة المدينة. عشان بس ما نشتتكوش، يبقى لنا كام دعامة؟ هيبقى الصحيفة، هيبقى احنا خدنا قلنا ايه؟ خدنا المسجد وخدنا ايه؟ دعم وخدنا الصحيف المؤاخاة، اسف، خدنا بناء المسجد وخدنا المؤاخاة. كده يبقى لنا الصحيفة والبناء الاقتصادي وتأمين الدولة وحمايتها. عشان ما اشقش عليكم، قبل ما نروح للثلاثة الباقيين نحاول ناخد شوية أسئلة كده على ايه اللي احنا خدناه، اللي هو المسجد وأحوال المدينة قبل الهجرة وكذلك المؤاخاة.
خد يا عم أول سؤال مثال. بيقول لي عند دخول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يثرب كان المجتمع المدني مجتمع هل متوافق؟ أولا المجتمع المدني باختصار كان فيه يعني نقدر نقول اليهود وكان فيه قبائل طبعا العرب اللي هم زي الأوس والخزرج. هل كانوا متوافقين؟ لا يا باشا، ده كان عندنا يهود بني النضير وبني قريظة متحالفين مع الأوس، ويهود بني قينقاع متحالفين مع الخزرج، ودخلت المدينة في دائرة من الفتن والصراعات لا طبعا ديت أيوة طبعا مجتمع متنازع تمشي. متجانس لا طبعا خالص إطلاقا. متحالف مع مين؟ عند دخول خلي بالك هل كان عندهم متحالفين مع بعض وإيد واحدة؟ لا طبعا، ده كان في خلاف بينهم وبين بعضهم. فدخول المدينة كان مجتمع متنازع، ان هو طبعا الاوس والخزرج كانوا ضد بعض، وكان في فرق من اليهود دول بيسلطوا دول ومجموعه بتسلط الفريق الثاني. كان احد اسباب رفض اليهود الدخول في الاسلام. رفض اليهود طبعا الاسلام منذ اليوم الاول، وذلك خوفا على مكانتهم واوضاعهم الاقتصاديه. حاجه تمشي في دول؟ ايوه طبعا يا باشا، الماليه هي يا باشا. وانا بشرح قلت لك اليهود دايما بيهتموا بجمع المال ويهتموا بالاحتكار والكلام ده كله. لا طبعا، يبقى ديت صح. اما امر عسكري لا خالص، ولا اسباب علميه، ولا طبعا اسباب ادبيه. الزياده السكانيه التي حدثت في يثرب قبل الاسلام كانت نتيجه فين؟ تعالى ادي يثرب. الزياده السكانيه جات لها منين؟ من سبأ. اهل سبأ هاجروا الى طبعا يثرب، وذلك بعد انهيار سد مأرب. غرقت الارض كلها في سبأ، اضطروا يمشوا. غرقت الارض ديت سبب ثقافي؟ انهيار سد مأرب سبب ثقافي؟ سبب طبيعي يعني مثلا زلازل براكين؟ طب اقتصادي انهيار سد مأرب ادى الى هجرة السكان الى يثرب. اما ديني لا طبعا خالص مش معانا. اليهود في المدينة طبعا اعتمد في اعادة فرض سيطرتهم على يثرب قبل هجرة الرسول على اسلوب عملوا لما وجدوا احوال الاوس والخزرج بتتحسن وقعوا الاوس والخزرج في بعضهم. ماشي يا شباب. ازاي؟ اسلوب فرق تسد، ان طبعا يهود بني النضير وبني قريظة تحالفوا مع الاوس، اما يهود بني قينقاع تحالفوا مع الخزرج. اذا فرق تسد. وقع الاثنين دول في بعض كده، دول حاربوا دول ودول حاربوا دول، ودول جابوا اللي عندهم كله ودول جابوا اللي عندهم كله، والنهاية ضعفوا الاثنين. اما خبراتهم العسكرية اطلاقا. تحالفات الخارجية بره مع الفرس او الروم لا طبعا، ولا السيطرة طبعا على التجارة. طيب تعددت ادوار المسجد للمسلمين، لكنه مثل بالنسبة للمهاجرين اهمية خاصة تمثلت فيه. مهاجرين كان بالنسبة للمهاجرين؟ قال لي مأوى المهاجرين من مكة المدينة. مأواهم يعني مسكن بالنسبة لهم. طب مسكن بالنسبة لهم سياسي؟ اجتماعي؟ ثقافي؟ لا. ولا عسكري؟ طبعا لا. مأوى المهاجرين طبعا من مكة إلى إلى المدينة. طيب سؤال. ده سؤال مباشر وسهل. أحد الآثار السياسية للمؤاخاة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار دي على طول تقوية الجبهة الداخلية. لكن نهاية العصبيات دي اجتماعية، هدف اجتماعي، نتيجة اجتماعية. مواساة الأنصار المهاجرين أيضا اجتماعية. إرثاء مبدأ الإيثار ده أيضا خلق اجتماعي. اتفقنا؟ طيب عندنا أيضا سؤال بيقول قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حقق مبدأ. يا جماعة فاكرين التعاون المادي؟ اللي معاه يدي اللي معهوش. اتفقنا؟ يبقى الديمقراطية لا طبعا. التكافل ممكن تمشي. حرية لم تذكر وليس لها معنى. ولا تبادل للمصالح طبعا اطلاقا. يبقى طبعا امر اجتماعي. طيب الاوس والخزرج لما راحوا المدينة كانوا شغالين في مجال الزراعة، وبراعتهم طبعا في النشاط الزراعي القائم عليه اقتصاد يثرب يرجع الى. هم كانوا شاطرين في الزراعة ليه؟ يا عم ده جايين من اليمن اصلا، جايين من اليمن. اذا ترك اليهود لهم العمل؟ ترك اليهود لهم العمل؟ لا طبعا. طب تأثرهم بالبيئة التي خرجوا منها؟ ده هم جايين من يثرب. جايين من يثرب إلى آسف، جايين من سبأ إلى إلى يثرب.
يبقى طبعا جايين طبعا من البيئة التي خرجوا منها، كانوا بيشتغلوا طبعا في الزراعة. أما تأثرهم بالحاجات المجاورة لا إطلاقا، ولا النقطة طبعا اللي قدامنا دي. تأصيل العلاقة بين المهاجرين والأنصار كان من ضمن دوافع الرسول للمؤاخاة من الناحية. أصل العلاقة يقوي العلاقة. عايز أقول لك سبب إيه؟ هل اقتصادي؟ هل إداري؟ هل سياسي؟ هل معنوي؟ أسباب نفسية وجدانية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج حنين المشركين إلى إيه؟ المهاجرين، إلى مين؟ إلى مكة، ويحببهم في سكن المدينة. تمام؟ طيب، من العقبات التي واجهت المهاجرين عند ممارسة التجارة حتى كمان بعد الطرق، افتقاد وجود رأس المال. ممكن. اختلاف نظم التجارة عن مكة، لا خالص، كتاب لم يلمح إليه، ولا المنافسة دي خالص. اتفقنا؟ يبقى إذا افتقادهم لوجود رأس المال اللي ممكن يبدأوا به التجارة. أي مما يأتي يمكن وصوب الإدارة المركزية الثابتة. إدارة زي قصر الناس الاتحادية بالنسبة لنا كده، الرئاسة عندنا مين إدارة مركزية؟ ده سؤال سهل طبعا. طبعا المسجد أكيد مش هتختار ديت عشان دي كانت في مكة، وأكيد ديت خاصة بتاع قريش عشان برضو إيه في مكة. لكن بيقول لك الدولة الإسلامية يا أستاذ، يبقى إذا بيت الرسول ولا المسجد؟ ما نجيبناش أصلا سيرة بيت الرسول خالص، يبقى المسجد النبوي، لأنه كان مركزا لإدارة شؤون الدولة السياسية طبعا والعسكرية طبعا، زي ما احنا عارفين. تمام. طيب سؤال كمان بيقول اتضحت مظاهر المشاركة التطوعية في مجتمع المدينة. مشاركة ايه التطوعية طبعا في مجتمع المدينة. ينفع دي؟ لسه ما خدناهاش. ينفع دي مشاركة؟ لا، ده دول شالوا بعضهم الاثنين. لكن بناء المسجد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بناء المسجد. أما دي أصلا لسه ما خدناهاش كمان. تمام. يبقى طبعا بناء المسجد المشاركة هنا من الرسول إلى إيه؟ إلى طبعا مع الصحابة. سعى الرسول منذ هجرته ليثرب إلى وضع اللبنات الأولى للدولة الإسلامية بتحقيق اللبنات الأولى. طبعا دي لسه معذرة هناخدها طبعا الحصة القادمة. وكده نكتفي بهذه الأسئلة اللي خدناها طبعا على الجزئية بتاعة دعم بناء الدولة الإسلامية. خدنا 3 جزئيات: أحوال يثرب قبل الهجرة، والعلاقة بين العرب واليهود. الأمر الثاني الدعامة الأولى من دعم بناء المسجد، بناء الدولة، وخدنا المسجد وأدواره. ثم الدعامة الثالثة اللي هي طبعا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وطبقنا عليهم طبعا بعض الأسئلة. تبقى لنا 3 اللي هي طبعا الصحيفة، البناء الاقتصادي، ثم تأمين الدولة وحمايتها. ودول إن شاء الله موضوع الحلقة القادمة. ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.